الطيارة اللي وقعت في البرازيل من كام يوم شكلها كده وراها سر خطير. الطيارة دي مات فيها كل اللي كانوا عليها، وكان في بينهم 8 من أهم دكاترة الأورام اللي كانوا رايحين يحضروا مؤتمر في ساو باولو. الفكرة بقى إن الدكاترة دول المفروض إن عددهم كان 15، بس القدر أنقذ 7 منهم في آخر لحظة، اللي اضطروا يغيروا ميعاد سفرهم ويسافروا على طيارة تانية. بس تجمع العدد ده كله من الدكاترة اللي ليهم بصمة مهمة في البحث عن علاج السرطان، والطريقة الغريبة اللي وقعت بيها الطيارة دي خلت الناس يقولوا إن في حاجة مريبة في الموضوع، خصوصا إن اللحظات اللي قبل انفجار الطيارة وشكلها وهي بتلف حوالين نفسها وهي بتقع بيأكد شكوكهم، عشان اللي حصل ده اسمه فلات سبين، ودي حالة بتخلي أجنحة الطيارة تفقد قدرتها والتحكم فيها بيبقى شبه مستحيل. والمفروض إنها حاجة نادر إنها تحصل مع الطيارات التجارية لأنها بتكون مجهزة بأنظمة أمان واستقرار عالية جدا. والسؤال بقى، تفتكروا شكوك الناس في محلها والحادثة دي فعلا ممكن تكون مدبرة؟